السلام عليكم ورحمة الله. نحكوا على الترجي الرياضي التونسي، نحكوا على مقابلة غدوة بين الترجي والنجم، كلاسيكو تونس. إن شاء الله نشوفوا مقابلة كبيرة، وإن شاء الله الانتصار يكون حليف الترجي الرياضي التونسي وينفرد بالصدارة. باش نحكيو في الفيديو هذا حول تشكيلة الفريقين، وشنو ينجم يكون الحوار التكتيكي بين المدرب لورينتيو ريغيكانف والمدرب محمد المكشر. ما تنساش باش تعمل لايك للفيديو، الاشتراك في القناة إذا كنت تتفرج فيا أول مرة. ندخلوا مباشرة في تشكيلة الفريقين. متوقع تشكيل الترجي باش يكون البشير بن سعيد إذا جاهز، أو باش نشوفوا حارس آخر. ينجم يكون أمان الله ميميش، ينجم يكون العيفاوي، الصدقي دبشي. نكتشفوا غدوة حارس ترجي رياضي تونسي. على اليمين أبو زيان، ممكن نشوفوا أيضا بن علي. محور الدفاع حمزة جلاسي باش يرجع غدوة للقاء. مقابل نجم نشوفوا توغاي أو روجي أولو، لأنه توغاي عنده بعض الأوجاع ومازلنا متأكدناش 100% أنه توغاي باش يخوض المقابلة أو لي. على اليسار بن حميدة، وإذا توغاي ملعبش ينجم يكون بن حميدة في محور الدفاع أو روجي أولو، والنجم نلقاو بن محمد. دونك نجمو نشوفوا زوز تغييرات، ثلاثة تغييرات غدوة في دفاع الترجي الرياضي التونسي. وسط الميدان الحمد لله عودة حسام تقا وكوناتي باش يكونوا موجودين. ممكن نشوفوا اوغبيلو يبدا المقابله اذا بن حميده يدخل لمحور الدفاع، او يبدا لاري العزوني باعتبار خليل القنيشي عنده بطاقه حمراء. دونك ثلاثي وسط الميدان المرشح باش يكون كوناتي تقا ولاري العزوني يعوض خليل القنيشي. في الهجوم يوسف البليلي، نخير انه يلعب بيانساس، وكذلك اشرف الجبري. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي خرداني عنده اصابه في محور الدفاع. هنيد نجم نشوفوا النوالي دكدوك ثنائي محور الدفاع. بن علي على اليسار، غديمسي على اليمين. ثلاثه لاعبين في وسط الميدان، سيدريك قبوس، سيما عبيد، فيدي بنشوق، راقي العويني، مروان الشماخي، وفراس شوات. ثلاثي خط الهجوم. تشكيلة الفريقين الاثنين تعطينا ال4-1-4-1 هجومية للنجم الرياضي الساحلي. استعمال كل من أسامة عبيد وفيدي بن شوق يكونوا في نفس الخط مع راقي العويني والشماخي وراه فراس شوات. دونك يقعد سيدريك قبو في الحالة الهجومية وحده، ويحاولوا الثنائي كل من عبيد وبن شوق. سيرتو بن شوق ينجم يمشي كمهاجم ثاني، ونجم نشوفوا ال4-1-3-2. أما دفاعين ينجم النجم الرياضي الساحلي يلعب ال4-1-4-1. الرباعي اللي سميتهم وراه فراس شوات يرجعوا معناها لو ماكسيموم قدام سيدريك قبو، يلعبوا ال4-1-4-1 ببلوك طايح برشا. لما ترجي يحاول يكون يورغانيزي الجو، او الترجي يكون متباطئ نوعا ما، النجم يسترجع كل امكانياته ويوخر البلوك متاعو، يحصر معناها تركيبه العشرة لاعبين متاعو تقريبا في 30 متر. يبدا في رشوات قدام وسط الميدان، وباقي اللاعبين متكتلين معناها كلهم في 10-20 متر. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي هجوميا النجم نلقاوه في 4-2-3-1. حسام تقا كمتوسط ميدان متقدم للضغط على سيدريك قبو، ديما يكون وراء كوكبة الهجوم. هذه هي 4-2-3-1 او 4-1-3-2. البليلي او يانساس او مكوينا، واحد فيهم ينسل للهجوم بطريقة تكتيكية، بطريقة فيها برشا خبرة وحنكة، يكون كمهاجم ثاني. مقابل يقعد لاري العزوني كمتوسط ميدان دفاعي وحده، والثلاثي الاخرانيين معناها يزيد وراء المهاجمين. دونك خطة 4-1-3-2. الترجي ايضا ينجم يتكتل دفاعيا بخطة 4-4-2. يقعد يوسف البليلي والجبري مع وسط الميدان. نعرفوا البليلي ما ينجمش يدافع طيلة المقابلة، وبالتالي يلعب دوري دول 4-4-2. وقت اللي الترجي يحس اللي النجم احسن منه، او الترجي يتنفس فوق الميدان لبضع دقائق ثم يحاول يرتد. هذه وبالنسبة للأمور التكتيكية، وبالنسبة للأسماء اللي غدوة بنسبة 95% باش نشوفوا الأسماء هذه من الفريقين. أكثر اختيارات بالنسبة للفريقين تقريبا، هذه التشكيلة المثالية للفريقين. لكن فما لاعبين ينجم يفاجئ بهم المدربين الاثنين، على غرار اللاعب رايين عنين، اللاعب الشيب شفناه أساسي من نجم المتلوي. نجم نشوفوه مكان الشماخي مثلا، أو مكان فيدي بن شوق، ينجم يفاجئنا المدرب. كذلك الشيحي نفس الاختيار متاع رايين عنين، معناها
كوبي كولي، نجم يفاجئ بلاعب اخر معناها في وسط الميدان حتى يضغط اكثر. ايضا معناها الشماخي تحدثنا انه ينجم يترك مكان، ولو الشماخي هو معناها اللي عنده الافضليه انه يكون اساسي اكثر. بوغاتاس ينجم يكون هو المعوض غدوة كقائد فريق مع دقدوق مكان نسيم هنيد المصاب، بالتالي معناها ما نشوفوش ثلاثة لاعبين في خط دفاع النجم يلعبوا بالرجل اليسرى، إضافة أنه النوالي ودقدوق زوز لاعبين يساريين. دونك نجموا نشوفوا بوغاتاس ولو 50-50 بوغاتاس يلعب أو ما يلعبش، وكذلك اللاعب الشاب السميشي اللي نجم يبدأ به مكان الشماخي. دونك النجم عنده تقريبا 4 اختيارات ينجم يفاجئ بهم نوعا ما معناها الترجي الرياضي التونسي إذا غير التكتيك أو غير الأسماء. بالنسبة للترجي الأسماء اللي تنجم تفاجئ نوعا ما في الحضور الأساسي، موكوينا أو يان ساس، يبقى للمدرب معناها الاختيار لهنا. كذلك لاري العزوني اللي نجموا معناها نشوفوا أقبلوا منذ البداية هو وعبد الرحمن كوناتي، إذا كان بن حميدة في محور الدفاع بالطبع، لأنه أقبلوا ما نجم يلعب إلا ما يكون معناها أولو أو توغاي خارج المقابلة نظرا لقانون لاعبي الأجانب. كذلك بين بن علي وبوزيان الاختيار لآخر لحظة، لحد الآن 3 لاعبين. واللاعب الجبالي وقصي معشة معناها ينجموا يكونوا اساسيين ولو نسبتهم في الحضور الاساسي ضعيفه وضعيفه جدا. دونك هذا في بالنسبه لاختيارات المدربين. لهنا ندخلوا اكثر معناها نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي قوته معناها قوة الترجي ديما أنه يلعب 4-2-3-1 هي تشكيلة معناها اللي تعودنا بها ديما. لكن وقتاش تتجلى قوة الترجي الرياضي التونسي؟ لما يكون هادئ فوق الميدان، يكونوا فما 6 لاعبين تغزر لهم في الشماد ماتش معناها دائما وأبدا يكونوا 6 لاعبين، 4 لاعبين في محور في الدفاع يكونوا وراء وسط الميدان، وزوز لاعبين يكونوا ديما في وسط الميدان. هذا الشمالي ديما اكثر شيء الترجي الرياضي التونسي ينجح بيش، معناها الترجي يكون متوازن فوق الميدان، ما يكونش كما شفناه في العديد من المقابلات كي يبدا منهزم اثناء المقابله او متعادل يبحث على هدف. الترجي يرمي تو للرولايور نتاعو يرميهم في الثلث الاخير للمنافسين، والترجي يلقى صعوبات في فتح المساحات، خاصه انه كل الفرق تقريبا تجي الملعب رادس تتكتل بالدوري دو ب3 لاعبين محاور وزوز و3 لاعبين يفكوا الكوره. دونك الترجي يلقى نفسه في صعوبات كبيره. التشكيل نتاع 4-2-3-1 معناها المتوازن انه الترجي معناها يكبر التيران به، انه كل لاعب يوقف في مكانه ومهيئ للفريق المنافس انه مش يتكي فيه، وعمليه معناها الاورغانيزاسيون نتاع الترجي تكون بسرعه كبيره في الوقت اللي تلقى فيه المساحات، لأنه كي تكون متمركز في تمركز عادي وتمركز شبه كلاسيكي معناها فيه برشا خبث، تعطي للفريق المنافس أنه يجيك الوسط الميدان، بالتالي تفتح المساحات، تجبد الفريق المنافس وتخلق مساحة للمهاجمين، وخاصة المهاجمين عندهم صنعة كبيرة كما يانساس ويوسف البليلي أنه يلقاو نفسهم في الواحد مع واحد، إضافة معناها للمساحة اللي يلقاها الملاعبي أنه ينجم يتعدى على اليسار، ينجم يدخل ال 18، ينجم يعمل ديجيست تكنيك، خير من أنه تلعب أنت معناها تهاجم فريقك الكل، ترميه معناها الفريق الكل بالستة وبالسبعة لاعبين يوصلوا للثلث الأخير في الوقت اللي تلقى 8 لاعبين يستنيوا فيك. دونك المساحة معناها تولي قليلة جدا جدا. لهنا نعاودوا نرجعوا الاول المقابله، خرجنا من الاسماء واختيارات ريغي كانف، لهنا نحكيو اكثر فنيا وتكتيكيا. دونك قيمه لي دويل في المقابله هذه قيمه كبيره برشا، خاصه في اللونتام دو ماتش اللي دائما وابدا معناها كرة القدم تعودنا معناها بالمشاكسات معناها في اول المقابله مهما كان اسم الفرق، لانه الكل يكون جاهز في المقابله والكل يحب يظهر نفسه. دوك في اول المقابله تنجم تكون تربح دي دويل، والفريقين الاثنين عندهم شراسه على مستوى لي دويل وعندهم معناها مقاتلين، تنجم تخطف في اول المقابله مثلا كيما تنجم ما تخطفش. دونك اذا ما تربحش دويل او تربح لي دويل
معناها مش مشكل معناها تسجل ولا ما تسجلش في اول المقابله، لكن المشكل انك تدخل في الفوري. مثلا النجم يربح عليك 3 4 دويل في وسط الميدان، يربح عليك 2 3 ركنيات، يربح عليك مخالفه قريبه، لازم الفريق ما يدخلش بعضه، ما ندخلوش في الفوري وتولي انت تحب ترد الفعل بكل قوه وتشيكس مع اللاعبين وتبدا معناها تتحاج مع ليزاربيتر. كل هذا لازم الترجي الرياضي التونسي ينسيه عادي جدا في اول مقابله دفاعيا او هجوميا، تربح لي دويل ما تربحش، المهم يبقى رصيدك وطريقتك واسلوبك في اللعب مربوط بالنقطه اللي قبلها اللي هو قوه الترجي الرياضي التونسي في 4-2-3-1 في الانتشار نتاعها العادي اللي هو كلاسيكي، لكن معناها كله خبث وذكاء انك معناها تلقى به مساحات وانك تدخل به في الماتش بطريقه ممتازه. في كره القدم لا يوجد تكوين لعب معناها بيان اورغانيزي معناها في الوقت اللي انت معناها تعتقد انه كل ملاعبي يستنى في معناها في اللعبه باش تبدا. لازم كل ملاعبي او كل كومبارتيمون او كل ثنائيه او كل بلوك في الترجي الرياضي التونسي، اذا كان متوسطين ميدان او متوسطين ميدان هجوميين او اظهره خاصه او مدافع محوري، اذا تكون المقابله ماشيه بطريقه كلاسيكيه كلها دي دويل او مقابله غير ممتعه او شيء من هذا القبيل، لازم يكون حتى ملاعبي معناها في النخبوي. اذا كان في تونس نحكي على الترجي الرياضي التونسي او منتخب تونسي، لازم ما يكونش الملاعبي النخبوي ينتظر الحفله باش تبدا، لازم يكون هو مولي الحفله نفسها وانه يخلق من مكانه كظهير او متوسط ميدان هجومي، يخلق او لاعب صانع العاب، او لازم هو يكون عنده المبادره. المبادره لهنا تتطلب انك تلعب معناها تريبولي فالون، تطلب لزميلك انك الكره تكون مثلا ما فما حد شيء او ما فماش مثلا ملاعبيه محاصره او فما جزء من المسيحه الظهير يمشي بالكره 10 امتار ويمشي بالكره 15 متر وتصير تلعب 3 ضد 2 وتعمل زياده العدديه او تعمل جيست تكنيك. دونك انت لازمك معناها تعمل الحاجه الزايده في الكره وما تستنيش من زملائك او الفريق المنافس مثلا متكتل او يفك مليح، دونك تبقى تستنى ديما وقتاش معناها زملائي باش يضربوا 3 مرات على البار تو ندخل انا معاهم في اللعبه. لازم كل ملاعبي هو اللي يدخل في اللعبه ويدخل روحه في اللعبه وحده. نقطة أخرى المحاصرة الفردية، الترجي لازم يبعد عليها معناها لو ماكسيموم بوسيبل. الترجي يلعب على أرضية ميدانه، الترجي لازم ينجح بالانتشار، يكون أفضل في الانتشار واللعب بدون كرة. دونك كل النقاط مربوطة ببعضها. اللعب بدون كرة هو تابع النقطة اللي كنت تحدث عليها، أنه أنت تكون مبادر وتخلق مساحة لزميلك وتبدل المكان متاعك حتى تلقى حلول. والمحاصرة الفردية ليه لهنا نجي معناها للفرق معناها أول معناها بين لاعبين نجم ولاعبين الترجي. مثلا باش نلقاو ثنائية كبيرة بين حسام تقا وسيدريك إكبو، في ضغط حسام تقا على إكبو ما يحاولش يطلع الكرة، كذلك ضغط تقا على أسامة عبيد، تقا ملاعبي محوري جدا جدا في تكتيك المدرب لورينتيو ريغي كانف، كذلك في تكسير الكرة معناها بكوناتي اللي باش يجيبه أسامة عبيد، كذلك العزوني يجيبه بنشوق. كيفاش هما الثلاثة ذوما متاع الترجي يحاولوا معناها يبطئوا الكرة لو ماكسيموم في ساعة ما تتفك وتنتشر الكرة على الاطراف ليوسف البليلي او للجبري في العمق او ليانساس اللي يحاول يستنى بوزيان. نفس الشيء بين بن حميدة معناها اللي يربط يحاول مع البليلي بالزيادة الكبيرة وبالجنوريزيتي متاع الملاعبية. دونك ليه للمحاصرة الفردية ونعم للمقاتلة فوق الميدان واللعب دائما وابدا بدون كرة. نقطة اخرى 6-5 لاعبين من نجم رياضي الساحلي راهم كانوا ابطال تونس، تلعب ضد فريق عنده معناها خبرات محترمه، تحكي على النوالي مثلا او بوغاتاس الغدامسي بن علي اسامه عبيد راقي العواني الشماخي، هذم كانوا ابطال تونس الموسم قبل الماضي مع لاعبين اخرين عندهم الخبرات وعندهم القوه البدنيه كيما سيدريك كبو كيما الشوات اللي نجموا يربحوا لي دويل. دونك تلعب ضد فريق عنده امكانيات وينجم يقلقك فوق التيران ولازمك تكون احسن منه. الفريق هذا غدوه النجم فريق كبير لكن غامض حضوره في سنه 2025. ايش معناها النجم طبعا فريق كبير واثبت اكثر من مره هذا الموسم انه معناه يتسلق في المراتب ووصل حتى للمرتبه
الأولى، إضافة لإرث الفريق طبعا، إضافة للمواجهات المباشرة مع الترجي الرياضي التونسي اللي الفارق توسع برشا خاصة في آخر 5 سنوات. الترجي فاز ذهابا إيابا أكثر من مرة، لكن نحكيو عن النجم تاع الموسم هذا اللي هو يبقى ديما فريق كبير لكن حضوره غامض. اش معناه حضوره غامض؟ حضوره التكتيكي وخاصة الفني، لأنه النجم كي تشوف أسماءه معناها في أسماء محترمة، معناها الشيء الكثير خاصة قتاليين الملاعبية، معناها في اللي دويل تنجم تلقاهم كيما الغديمسي، كيما محاور دفاعه، كيما سيدريك كبو ملاعب قوي بدنيا، كيما ملاعبية فنانين مثلا عندهم الفنيات كيما بنشوق وسام عبيد. دونك لازم تقرا لهم معناها برشا حساب ولازمك تكون احسن منهم. هذا اش معناها النجم؟ معناها فريق غامض لانه معناها جماعيا فريق غير جمالي لكن يملك امكانيات وينجم يلعب لك على اخطائك. ونذكروا اللقاء الصعيب نتاع الموسم الماضي والخطا مثلا نتاع ياسين مريح في خطف اللاعب راقي العواني لانه يلعب بروح كبيره، وهذه واحده من نقاط النجم الرياضي الساحلي هذا الموسم. تقريبا 70 75 80% نقطه قوه النجم الرياضي الساحلي هي اللعب بالروح والشراسه، وهي نقطه تشابه الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس غدوه. دونك حضور النجم غامض وغامض جدا، وهذا اللي لازمك تقرا له الف حساب مربوط بالنقطه نتاع 4-2-3-1 الكلاسيك الهيت نتاع الترجي الرياضي التونسي وملء المساحات. والترجي يلعب ب 11 لاعب، لازم ملء المساحات والجنوريزيتي نتاع الملاعبيه لازم تهيئ للنجم الرياضي الساحلي اللي كانوا نلعبوا ب 14 وب 15 ملاعبي. دونك لازم ديما الزياده العدديه على كل اللاعبين. النجم يملك امكانيات بدنيه، هذا كلام كنا نتحدثوا فيه، معناها تشبه للترجي على سبيل المثال شوات العواني سيدريك كبول الغديمسي، هذم لاعبيه عندهم معناها القوة البدنية وعندهم مع الروح العالية ولازمك تقرأ لهم حساب. لهنا نرجعوا للترجي الرياضي التونسي في نقاط قوته هذا الموسم اللي هي تنعكس معناها على المقابلة متاع غدوة وتعطيك انطباعات ممتازة على الترجي الرياضي التونسي. ولا فريق هذا الموسم فرضت سيطرته الميدانية على الترجي طيلة الموسم، ولا فريق كان أفضل من الترجي في 90 دقيقة. صحيح الترجي في 21 مقابلة انهزم 2 مقابلات مع جرجيس ومع بنزرت، لكن الترجي يفرض سيطرته بالتمام والكمال على جميع المقابلات. معناها الترجي انهزم هذا الموسم في بعض المقابلات لكن بهداياه، معناها مش بنقاط قوة الفرق المنافسة. ولا فريق خلق فرص أكثر من الترجي الرياضي التونسي. معظم الفرق اللي تلعب ضد الترجي تخلق فرصتين 3 في الجرام ماكسيموم، مقابل معدل الترجي الرياضي التونسي ديما بين 6 و8 فرص في جل المقابلات، واحيانا الترجي يخلق ل 11 ولا 12 فرصه ويضيع اهداف محققه كيما ضد النادي الرياضي البنزرتي. الترجي متعود جدا جدا على المواعيد الكبرى، ملعب رادس ملعب الامتحانات الكبرى فيه الضغط الكثير. نحكي عن لونتام دو ماتش قبيله، ملعب رادس دائما وابدا في محافل من نوع هذا وفي كلاسيكوات خاصة في جولة 22 45 نقطة للفريقين تعطيك انطباع كأنها مباراة نهائية. دونك ضغط كبير على لاعبي الترجي والنجم، خاصة ملاعبية النجم لأنه الترجي متعود أكثر بالمواعيد هذية في دوري أبطال إفريقيا. خاصة لعبنا ضد النجم فزنا عليه الموسم الماضي 4 مرات إذا كان في رادس أو في سوسة. دونك هذه واحدة من نقاط قوتنا، هو الملعب امتاعنا. الترجي فاز حتى ذهاب وإياب، لكن الملعب متاع رادس وموعد المباراة وحفلة المباراة أو التيتر متاع المقابلة الترجي متعود به جدا جدا، وهذا ديما نشوفوه معناها في المناسبات القريبة. هذا فيما يخص الترجي. فنرجعوا فنيا لانتباه الفراس شوات وغلق المساحة في اللاكس، ملاعب قوي على المستوى البدني. لازم تركيز من جلاسي والملاعب اللي باش يلعب مع جلاسي في محور الدفاع، كيف يتيح معاه لاري العزوني إذا كان أساسي، أو كوناتي على الكرة الثانية معناها كرة في الهواء أو دوزيام بال أو كرة جاية مثلا من الغديمسي أو جاية من غفران نويلي أو من دكدوك. أي كرة تنجم تكون فيها خطر لازم كل ملاعبي معناها ما يهيئش الروح، وانه مثلا على المحاصرة الفردية اللي حكينا عليها لازم ديما فما حاجة اسمها كاتيناتش، واي كورة لازمها تكون مهمة وما تنسيها من بالك الكورة الا ما تعاود تطلع 20-30 متر من المكان اللي جيت منها.
دونك تبدا كوره في الهواء اكيد باش تكون عندها معناها قيمه في الدوزيام بال، لانه مش كل الكل اللي باش تضربوا بالراس او باش يتضربوا بالراس، لانه حوار بدني باش يكون في كل مكان. مش كل كوره تضرب بالراس وترجع للسنتر، ديما فما معناها بنسبه 70 90% فما حاجه اسمها دوزيام بال، لازمك تكون منتبه للكوره هذه. او البلوك كامل مثلا اذا جايه في محور الدفاع او جايه على الطرف شيرت بن حميده باش ياخذ معاه الشوات او راقي العواني، الملاعب قوي في بدنه، ملاعب شيب كذلك الشماخي اللي يحاول يعطي كل ما عنده. المريون النجم الراضي الساحلي في الوقت هذاك لازم الاكسيال جلاسي او توغاي او لو او اي اسم كان لازم يكون منتبه معناها على الديال هذاك ويحضر في نفسه معناها في السيركوي او وين ماشيه الكره بالضبط، ما يخليش زميله يكون في واحد مع واحد، لازم يكون ديما قريب في الكره هذيك حتى ينجم يغلف وراه. دونك لي دوزيام بال قويين ومهمين جدا جدا. اغلب مواجهاتنا الدفاعيه لازم تكون باثنين وثلاثه لاعبين على ملاعبي فقط، وبالتالي تعطي انطباع معناها لبقيه زملائك خاصه الهجوميين النفيسه ما ينجموا يرتدوا بسرعه كبيره. دونك نعاودوا نرجعوا ل 4 2 3 1 مهمه ومهمه جدا بطريقه كلاسيكيه واهمه للفريق المنافس، انه انت معناها ماكش تاتاكي في كل كوره، لكن تاتاكي بلدغات بتنفس، معناها لازمك تتنفس فوق التيران، مش باش تقعد تلعب 90 دقيقه جو ديريكت، لازم فما اوقات تتنفس تحاول تموه على الفريق المنافس في الوقت اللي نجم يربح لك دويل او اثنين او يطول هو الكوره. في الوقت هذاك يكونوا 5 6 لاعبين من نجم الراضي الساحلي قدام وسط الميدان، غادي وين ينقذ الترجي بزوز وثلاثه لاعبين على البلوك اللي فيه الكوره، وغادي ما يزيد يعطي للبليلي او الساس والجبري انك تكون هجمه سريعه جدا ممكن تختف بها المقابله بزوز 3 اهداف بالطريقه هذه، مع اشياء اخرى معناها الترجي نجم معناها يعمل بها ادوار كبيره وكبيره جدا. هذه كل معناها ديتاي تخص الماتش من ناحيه الاسماء، من ناحيه قيمه لاعبين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، حوارات المدربين الاثنين، الاسماء اللي تنجم تكون مخترة جدا، نقطه قوه الفريقين الاثنين. نتمنى الانتصار بطبيعه للترجي الرياضي التونسي. في اخر فيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.